السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي النهارده اتكلم معاكم عن الخدمة الشتوية وعن طريقة عملها. طيب هيجي واحد يسألني يقول لي يا هندسة، طب انا بعمل الخدمة الشتوية دي للنخيل بس ولا بعملها لأي شجر مثمر عندي؟ طيب بتتعمل ازاي؟ طيب الحاجات اللي بحطها فيها ايه؟ فانا جاي النهارده اجاوبكم على الأسئلة دي كلها. طيب ايه الخطوات اللي احنا بنعملها هندسة عشان نجهز الخدمة الشتوية بتاعتنا؟ أول حاجة احنا بنعمل خندق داير ما يدور حوالين النخلة زي ما حضراتكم شايفين كده، لازم يكون بعيد بما لا يقل عن 40 سم من النخلة. بعد كده بنعمله على عمق يتراوح من 10 ل 30 سم ونبدا نحط فيه الخدمه بتاعتنا. طيب الخدمه بتاعتنا اللي هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من لا اما سباخ بلدي، لا اما كومبوست، لا اما سبله الدواجن. طيب وبعد كده نبدا نضيف عليه سوبر فوسفات وكبريت زراعي ونترات نشاد. طيب في اي حاجه هندسه ممكن تظهر معانا مشاكل بعد كده، تبدا تظهر معاك لو انت حطيت سباخ بلدي وفيه بذور حشائش كتيره، بيبدا تطلع معاك الحشائش دي، فبتحتاج انك تنقيها اول باول. تاني حاجه لو حطيت سبله الدواجن بنبدا نقلل في الكميات شويه، عشان زي ما احنا عارفين سبله الدواجن بتبقى حامي. طيب الكميات بقى يا هندسه، انا ما اقدرش اقول لك الكميات بتختلف على حسب حجم النخله والاحتياجات بتاعتها والعمر بتاعها. تعالوا معايا بقى اوريكم واقول لكم احنا بنعمل ازاي الخدمه الشتويه على الطبيعه، واحنا بنحط الحاجه وبنردم عليها. حطينا الخدمه اللي هي مكونه من سوبر فوسفات وكبريت زراعي والسباخ البلدي في قلب الخندق، ونبدا نردم عليها ردمه بسيطه، وبعد كده نديها ريه شبع. ولازم تكون الخدمه بتاعتنا جوه الجوره عشان يطولها ميه على طول. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا زارعين النخيل بتاعتنا في ارض سمراء. طبعا زي ما بنقول وبنأكد ان النخيل بتاعتنا بتزرع في اي ارض، سواء ارض سمراء، ارض رمليه، ارض طفله، بدل نسبه الملوحه عندك كويسه، بدل الارض ما بتحبس ميه تقدر تزرع نخل. بس كده، وكان فيديو النهارده. لو حد عنده اي استفسار يقدر يكتب لي في الكومنتات او يبعت لي على رسائل الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.